لذا عرضت الحلقتان الأخيرتان من بليتش حرب الدم ل1000 عام الجزء الثالث اليوم في عرض خاص مثير لمدة ساعة واحدة، مما قرب القوس الذروي أكثر إلى نهايته الملحمية. لكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد. مباشرة بعد البث تلقى المعجبون إعلانا هاما: الجزء الرابع من بليتش حرب الدم ل1000 عام في الطريق رسميا، وسيكون الجزء الأخير من هذه القصة الأيقونية. لبناء الحماس تم الكشف عن صورة جديدة مذهلة وفيديو إعلان. انقل الجماهير ان تذكر ان فورلفر من بريوي لريفر زايسر ما أكد منشأ بليتش تايد كوبو بنفسه، اللي يصرح بأن رزايرو لكره يزيد من التوسع في المادة المصدرية بشكل أكبر. أتم تحريك الأنمي تحت شركة بيرو فيلمز، العلامة التجارية الجديدة للاستوديو الثاني لاستوديو بيرو، واللي قدم جودة استثنائية خلال الجزء الثالث. بليتش 1000 Year Blood War يعمل كتكملة للأنمي الأصلي مقتبس من الفصل الأخير للمانجا. مع عودتها بعد عقد من انتهاء الأنمي الأصلي، كانت هذه السلسلة رحلة كبيرة للمحبين منذ فترة طويلة. رغم عدم وجود تاريخ إصدار مؤكد للجزء الرابع حتى الآن، إذا تم اتباع النمط من الأجزاء السابقة يمكننا توقع عرضه في وقت ما في سنة 2025، منتصف إلى أواخر عام 2025 يبدو الأكثر احتمالا. هذا يعني أن على المعجبين الانتظار لفترة أطول قليلا لختام هذه السلسلة. هذه كل التحديثات التي لدينا الآن. أعجب بهذا الفيديو واشترك في القناة واضغط على رمز الجرس لتبقى على اطلاع بكل أخبار الأنمي والمانجا الأخيرة. أنا سيفان وأراكم في الفيديو القادم.